نادينا من العصابه اللي هو انا يعني واخد 60 بطوله. العفو يا فندم. ثانيه واحده يا ابني، وحضرتك تعالى جاوب عفوا ايه؟ هم قالوا كده ورحمه امي اللي دخلكم جحور تاني. تمام؟ عصابه اللي عمل نادي رهيب و6 اكتوبر اللي هم بيتكلموا عليه ده، انا اللي دافع القسط الاخير من حسابي وعامل العقد بتاعه، والاستاد انا اللي عامل عقد، واخد 16 ترخيص، ودخلت الميه والكهرباء وعملنا كل ده. تمام؟ ايه اللي انتوا عملتوه؟ وانا قلت كان الاخ عبد الناصر، كان واحد من الاخوه الصحفيين عبد الناصر وهي بيقول لك ايه؟ الاصول خدت اكيد تبقى مصدر ولا انزل مش عارف ويعني انا عاجز اقول معلش مش عارف خلاص. سامحوا المره دي يا استاذ، ثواني سامحوا المره دي، سامحوا المره دي. تمام. العصابه اولا انا كنت عضو مجلس اداره من 92، كنت مشرف على فريق. خلاص يا كابتن بقى. كنت مشرف على فريق كوره ايام جلال بيه، خدت 2 دوري. ده غير افريقيا، غير السوبر غير افريقيا. كمال درويش كنت النائب بتاعه، ورقي برضه بشرف على فريق كوره 3 دوري. ركز معايا، وافريقيا وكل ده، وانا ايام ال3 ده انا اكتر بطولات النادي خدها هو انا. عصابه. وبعدين انتوا ازاي دخلتوا؟ ده في حكم محكمه نهائي ان انتوا جماعه ارهابيه محظوره. وبقول لاحمد دياب لا فوق يا احمد، دي جماعه ارهابيه محظوره، ومطلعين بيان بيشتموا الناس كلها، بيشتموا الامارات. فده ردي اللي حصل ده، اتحمل مسؤوليته. مهرجان الجونه هقول لك والله اتحمل مسؤوليته. في سؤال معلش، اتحمل مسؤوليته. اللي ساب العيال تقل ادبها ولا لا اخد العيال ومش هلعب ولعب، ومش هعتذر واعتذر اعتذارين، واحد فيهم مهين مش هياخد اللي حصل. اللي ما قدرش يحافظ على شعر لعيبته ما اسمعش صوته. رايك في ازمه كهرباء يا سياده المستشار؟ في سؤال هنا. صورة احمد سليمان. صورة احمد سليمان بسبب الحوار بتاع ال3 لعيبه. السؤال هنا، ماذا لو كنت رئيسا لنادي الزمالك ما كان تصرفك؟ لا انت لسه صاحي من النوم دلوقتي انت. صورة احمد سليمان اتفضل. لا انت لسه صاحي، انا قلت الكلام ده، قلت في المغرب واعتذرت. انا لسه صاحي. الصورة يا معالي المستشار اللي تداولت ل3 لعيبه وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ومصر كلها شافتها والعالم كله يعتبر شاف ان دي كانت اهانه ليه. تمام. مين اللي نزلها؟ عمرو الدرديري. كلامه واضح، وش اهو عمرو الدرديري. خلاص بقى. ومين عمرو الدرديري؟ ده كان رئيس المنظومه بتاعت كشري، وده اللي كان ايه متحدث بتاع بيسموه ايه تاني، ماسك الحمله بتاعته في الانتخابات. عمرو الدرديري. خلي بالك، هي الامارات لو عايزه تنزل الصوره هتنزل صوره زي دي؟ اصورهم عادي. طب واللي زعلان على الصوره دي مش زعلان بقى في مصر وفتوح متصور في القفص؟ صح. ايه الافلام دي؟ بس ثانيه واحده. فتوح متصور فين؟ في المحكمه جوه القفص. مسموح هنا. انت بقى زعلان على ناس واقفين، انت مش عارفك دول واقفين فين اصلا. هم واقفين فين؟ صح. باينه واقفين فين؟ كفايه افلام بقى. وجاي يعملها عشان ياخد تعاطف الشعب بقى، وابتدينا بقى عندنا لجان تشتم وهم يردوا علينا، واخد بالك؟ غير مقدرين ان ده ممكن يسوء علاقات بين شعبين محترمين. ازمه دبلوماسيه. خلاص بس كده. تعالى ثاني. ماشي يلا يا ابني عايز اروح. ماشي. مهرجان الجونه بس. ايه رايك في ازمه كهرباء؟ مهرجان الجونه يا استاذ. ثانيه واحده. احمد موسى برضو البيان بتاع استنى. بالنسبه لمهرجان الجونه، انا كنت متصور ان المهرجان ده يا ابني ثانيه واحده. سيبوه يتكلم يا جماعه، سيبوه يتكلم. كنت متصور ده مهرجان بتاع افلام سينمائيه. طلع ده مهرجان بتاع بساس ومؤخرات. لا اله الا الله. رانيا يوسف يا باشا. مين وبنت اسمها اسلام جمال ولا اسماء جلال؟ لا اسمها اسلام دي اللي كانت محجبه. عيب اللي حصل ده في المهرجان، عيب. انتوا رايحين تعرضوا افلام ولا رايحين تعرضوا بزاز؟ هو عادي اهو، انا بقول لك اهو كلمه بز دي صعبه، عيب يعني. لا مطلعينها ليه؟ فعلا
كنت اتكلمت قلت قبل كده يا سياده المستشار ان هو لا ما هو على طول في الديسكو. يبين الصدر لا الابيض. بيقول لك اجمل حاجه بس ايه عجبني الرد. قال لك لا الويسكي ده القعده اللي فيها نسوان دي كانت السنه اللي فاتت، يعني لسه السنه اللي فاتت عادي. وبعدين انا سالته سؤال ثانيه واحده يا ابني، دي قرعتك؟ دي النسوان؟ ده ويسكي؟ طب بتنكر ايه؟ انا مش فاهم. بص منكر يا سياده المستشار، بقول لك اسلام يا عم انت هتقعد تعالى طول منكر. ايه رايك في انا خلصت. ايه قول يلا خلص. حد كان سألني عن كهرباء مش كده؟ ماليش علاقه. بص انا ماليش علاقه بالكهرباء لانه بيلعب في نادي الاهلي. امشي قرب الزوم. تمام يا عم ماليش علاقه. قبل كده بيلعب في نادي الاهلي. هو السؤال كهرباء اتحكم عليه من المحكمه الدوليه الجنائيه الاخريه ب 2 مليون 650 ألف. كهرباء بعت جواب رسمي للمحكمه يقسط وبالدولار بالمصري. تمام؟ اخر اتربي. لا انت فين يا ابني؟ تعال تعال تسالني في حاجه؟ لا هو بيصورك بعد لا كله بيظهر كل واحد شيكابالا كان قاصد يا ابني ثانيه واحده سيبك مش كمان دلوقتي خلاص. الاتربي الاتربي بتاع رئيس اتحاد البنوك وعمرو الجنايني عرفوا ان الدولار جنيه هيتعوض، كان ب 30 هيبقى ب 50. قالوا له الحق روح ادفع، بدل ما يدفع 200 مليون دفعوه 70 بالتقسيط مصر. يقفوا يا ريس، يقفوا في الزمان. احمد موسى والبيان بس عندي سؤال والله ما ينفع والله غلط. السوبر يا معلم مسلم. رايك في بطوله السوبر ايه؟ السوبر مش احمد موسى. معلم الشاط بعد اذن ثواني. بالنسبه لمحمود عبد الرازق شيكابالا ضيع كوره في مباراه السوبر، ضيع البطوله. طبعا حصل عليه حملات، يعني انت عارف ان قصه محمود شيكابالا حضرتك اكتر واحد وقفت ودافعت عن شيكابالا في عز ما كان بيتنمر عليه بعد نهايه القرن. تقول ايه لشيكابالا بعد الكوره؟ هقول لشيكابالا اللي رجعك هنا بيشد حلوه دي يا مستشار. رجع لي المستشار اللي رجعك للحياه الرياضيه. مستشار مرتضى منصور. كنت خلصت شوف انت عملت معاه ايه. مستشار فعلا كان مشطب يا مستشار، كان مشطب كوره فعلا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.